أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نستعرض معاكم أهم الأحداث الرياضية اللي صارت الجمعة هذه في تونس، اللي فيها أخبار باهية وأخبار مش باهية. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة، تدعمونا بلايك وتعليقاتكم في آخر الفيديو. هات نبداو بالأخبار اللي يخليك شيخ كورة متفرهد عامل كيف. خليل العياري رسميا في باريس سان جيرمان. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، وإن فريق من نادي تونسي من البطولة التونسية ينتقل مباشرة إلى أكبر الأندية في العالم. خبر يخليك طاير فعلا، وقال وعامل كيف. مشى بلاش، مشى بالفلوس، مشى إعارة، مشى يلعب عامين ويروح، مشى يلعب عام ويروح، مشى باريس سان جيرمان. نقطة وجه على الستر. الناس اللي تبدا تلوج على الحكايات الفارغة، لا ما مش يمشي عام ويروح، ما مش يمشي في الريزيرف، ما مش يمشي. يا خويا مشى باريس سان جيرمان، وان شاء الله ربي يوفقه. والحاجه الباهيه اللي في باريس سان جيرمان حاليا، وان منذ قدوم لويس انريكي باريس سان جيرمان ولا يلعب كولكتيف، منظومه واحده، ما عادش اسامي كبار، فئه عمريه صغيره، الملاعبيه كلها 24 23 25، مع مدرب محنك يعرف يوظف الملاعبيه. بصراحه بنسبه كبيره ياسر خليل العياري ينجح مع باريس سان جيرمان. وتفكروه الفيديو هذا وتفكروه كلامي. المهم هو يحط راسه يحط راسه في الكوره، ومش شكل الحوايج الاكسترا خارج الكوره. وان شاء الله الاطار اللي مش يكون فيه يكون اطار باهي، صدقوني ما ينجح. نشوفوا لاعب كبير ولد من البطوله نتاعنا، البطوله الفقيره هذه خرجت لنا لاعب كبير. الخبر الثاني، سيباستيان كوناكتي في سيلتيك الاسكتلندي ب6 مليون يورو، قيمه تسويقيه ممتازه. اللاعب زاد كيف جاء للمنتخب 2019، من با 6 7 مرات يعيطوا له، لعب زوز ماتشوات ممكن 45 دقيقه و45 دقيقه. التهميش في الكره التونسيه ما نحكوش عليه، وان شاء الله مش نعمل فيديو على المدربين اللي تعداوا بتونس في العشريه الاخيره. يعني تدرج كان في من دوري الدوري. سلتك فريق ممتاز يلعب كل عام في الشامبيونز ليج، وان شاء الله ربي يوفقه، وان شاء الله يقدم الاضافه للمنتخب كي يجي ان شاء الله. الخبر الثالث، اسماعيل الغربي كنا تجارة حبنا به وفرحنا كي تقمص ازياء المنتخب التونسي. اسماعيل الغربي كنا رحبنا به وسعداء جدا بتقمص ازياء المنتخب التونسي، وان شاء الله ربي يوفقه، وان شاء الله يقدم الاضافه للمنتخب. نحكيو على اسماعيل الغربي على خاطر اسماعيل الغربي مؤخرا انتقل النادي لوكسمبورغ الالماني اللي يلعب فيه الياس سعد. زاد كيف تدرج من الدوري السويسري، الدوري هاك وهاك، مشى للدوري البرتغالي احسن شويه، حاليا في الدوري الالماني، وان شاء الله يا رب نشوفوه في اقوى الفرق في المانيا او في اوروبا ان شاء الله، لانه عنده الامكانيات والعقليه وكل شيء باش ينجح في اي فريق في اوروبا. بربي نحب نفتح قوس صغير على خليل العياري مره اخرى. خليل العياري اللي عيط له سامي طرابلسي مدرب المنتخب الفرنسي والمنتخب البرازيلي، ونزيدوهم مدرب مانشستر سيتي سنتين على التوالي وخذا معاهم البطوله. عيط له للفريق الثاني، للفريق اللي مش يلعب مقابلات وديه معناتها. سامي طرابلسي معناتها هو اقوى من الكشافه الموجودين في ولا اقوى من كشافه والمدير الفني، واقوى من كل شيء في باريس سان جيرمان. معناتها سامي طرابلسي طاير بيهم تيران. يا سامي يا طرابلسي، يا ولدي علاش تخلق في الفتن وتخلق في المشاكل وتخلق في هذا الحكايه هذه مش تخلينا نجبدوا الخبر الثالث الخايب، وهو تمرد بعض لاعبين المنتخب على المجيء الى المنتخب التونسي. المنتخب التونسي اللي هي الرايه الوطنيه. المنتخب التونسي كاين نداء وطني، معناتها كي يعيطوا لك باش تلعب في المنتخب التونسي كاين حرب ومش تمشي تحارب. معناتها
ما عادش فيها حد معناتها كي يعيط لك المنتخب تمشي وعينيك مغمضه. لكن ما رانا الا بعض اللاعبين تمردوا على المنتخب التونسي، والاسباب عديده. اسباب على خاطر ما عيط ليش في القائمه الاولى، سبب ثاني على خاطر مريض مصاب، كل واحد كل مره والحكايات هذه شفنا فيها مراحل معناتها، مش من توا، هي الحاجه هذه جا قديمه، عندها برشا معناتها، فهمتني. لكن مع سامي طرابلسي زاد تطورت، هاو ما شاء الله، من اول دعوتين جا دخلت بعضها الحكايه. يا سنان، يا سنان، ما قطر وما مش صح، ما تجنس مع قطر وتجنس مع شكون؟ شكون اللي انت يا سنان؟ شكون؟ رونالدو في زمانك ولا ميسي ولا شكون يا معلم؟ على الاقل والله تحب تجنس مش مشكل، الواحد يجنس يلوج على فلوس، ما مش مشكل جنس. من بعد ما تمشي 5 سنين 10 سنين تبقى في قطر تلعب غادي، ما المنتخب التونسي ما شافكش ما عيطلكش، والله ممكن المنتخب التونسي ما شافونيش ما عيطوليش، خليني نمشي نلعب مع قطر ونشوف روحي خير، فهمتني يا اخي؟ انت مازلت مشيت عندك 3 شهور، مش يجنسولك ويلعبوك عليه شكون سيادتك؟ فهمتني. ما مع ذلك كل واحد عذره معاه، وممكن يجي المنتخب، وممكن نشوفوه في المنتخب في التربصات القادمه، ومع سامي الطرابلسي كل شيء جائز، وكل شيء مباح. وهذا ما عندنا اليوم، ان شاء الله نتقابلوا في حلقه جديده. ما تنساوش تعليقاتكم والاشتراك في القناه. شكرا.